SMART. 5 كلمات هتقدر تحدد بيهم الهدف بتاعك بشكل احسن واقوى. مساء الفل. زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الأهداف وأهمية إن احنا نكتبها ونحطها قدامنا عشان نعرف نحققها، في تول مشهورة جدا بنستخدمها عشان نقدر نتأكد إن الهدف دوت معمول بشكل مظبوط وإن هو ينفع يتحقق. كلمة سمارت هي اختصار ل5 كلمات: specific, measurable, attainable, realistic وتايم باوندد. تعال نمسكهم واحدة واحدة. أول كلمة فيهم هي specific. لازم تكون محدد وانت بتتكلم عن هدفك، يعني ما تقولش انا عايز افتح مشروع، انزل بالتفاصيل عن المشروع دوت، عرفه وحط له معنى، ويكون المعنى دوت محدد بارقام. وكل ما تبقى كاتب تفاصيل اكتر عن الهدف ده، كل ما هتقدر تقيس الهدف وتحققه. تاني حاجه ميجربل، لازم يكون عندك وحده قياس انك ماشي في الطريق المظبوط، يعني لازم تكون معرف ايه لو حصل هتقول ان الهدف بتاعي اتحقق. تالت حاجه اتينبل، لازم يكون الهدف ده ينفع يتحقق، اوقات بيبقى صعب بس ما يبقاش مستحيل. رابع حاجه رياليستيك، خليك امين مع نفسك وواقعي. انت عارف كويس ايه امكانياتك وقدراتك وايه ظروفك والوقت اللي انت تقدر توفره عشان تشتغل على الهدف بتاعك، فانت اكتر حد تقدر تحدد ان كان الهدف اللي انت حاطه ده واقعي او لا. واخر حاجه تايم باوند، لازم تحط لنفسك ديدلاين. لو حلمك مش محدد بوقت مش هيتحقق، وهيقلب مع الوقت حلم مش هدف. انك تحط الاهداف بتاعتك بشكل سمارت طريقه كويسه انك تقدر تحضر نفسك للي جاي. وكل ما تقدر تحدد اكتر المطلوب منك، هتعرف كويس توزع طاقاتك وتعرف امتى تقدر تريح وامتى لا. ونشوفكم الحلقه الجايه.